السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض النهارده وصفه سلسله الكفته، كفته الرز. عملناها قبل كده مع بعض كذا مره عملناها كفته الرز باللحمه الجملي، ومره عملناها بالفاصوليا البيضاء، ومره عملناها بالكبد والقوانص، والنهارده ان شاء الله جايه اعملها لكم بصدور الفراخ. اهي المكونات معايا: نص كيلو صدور فراخ، طبعا يكون البانيه كده ما يكونش فيه عروق ولا اي حاجه ولا دهون ولا اي شيء. نص كيلو. معايا راس توم متوسطه، ومعايا خضره مشكله، كزبره وشبت وبقدونس يعني في سبيل كده حزمه، ومعايا بيضتين. دي الرز المطحون. انا زي ما قلت لكم لما عملنا المره اللي فاتت، جبت الرز وغسلته كويس قوي وصفيته ونشفته من بالليل للصبح كده، وبعد كده طحنته في المطحنه. بيطلع بالنتيجه دي زي ما انتم شايفين، دي خالص كده اهوت وناعم. يا اما تجيبي من بره جاهز، بس انا بفضل تعمليه في البيت عشان بيبقى عليه مكونات وبيغير من طعم الوصفه. معايا بصله انا فرماها كويس ومصفيها من الميه بتاعتها عشان ما تخليش الكفته تفك. ومعايا بقى البهارات. هنا ده نعناع ناشف وبيكنج بودر معلقه، وهنا معايا ملح وزعتر. الحاجات دي بتخلي الكفته بتوديها في حته تانية وتخليها لذيذه وجميله، وكزبره ناشفه. ومعايا السبع بهارات وشطه حمراء وفلفل اسود. هي دي كل المكونات. هنخش بقى على الطريقه. هنجيب الكبه بتاعتنا الجميله. الكبه بتاعتي معايا هنزل بالبصله اللي انا فرماها ومصفياها من الميه بتاعتها عشان ما تخليش الكفته تفك. الخضره بتاعتنا اهي خضره مشكله، وننزل بالثوم. دي نحط بقى الكبه بتاعتنا كده. فرمنا كده بقى الخضره فرم ناعم مع البصل. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هجيب كده قطاع سهل الموضوع، اقطع كده الصدور بتاعتي، ولو قابلني اي عرق ولا حاجه اشيله عشان اسهل على الكبه. اقطعها كده على قد ما اقدر. طبعا الصدور دي غسلنا كويس، فيها اي عرق شيل عشان بيخلي الكفته بتفك. احط كل صدور الفرخه كده فراخ بعد ما قطعتها، واحط البيض، وانزل بقى بالبهارات بتاعتي كلها عشان تتظبط معايا. اهو بيكنج بودره والنعناع الناشف، بيخليها بيديها تيست عالي قوي النعناع والزعتر. وافرمهم مع بعض. بسم الله. دلوقتي يا بنات زي ما انتم شايفين الكفته نعمت معايا اهي. انزل بقى بالدقيق الرز تدريجيا كده شويه شويه عشان ما تبقاش تقيله عليها، وافرمها مع بعضيها في الكبه. اهي يا بنات شايفين ما شاء الله تبارك الله، طحنت ناعم جدا. الله اكبر. الكبه خليتها ما شاء الله ما فيش بعد كده واحسن منها من بره. بصوا ما شاء الله ناعمه ازاي. وانا بحب اللون ده، في درجه اللون دوت من بتاع الكفته. ريحه الزعتر مع النعناع الناشف عامل عمايله ما شاء الله. اهي هنصبحها بقى. بجيب طبق ميه كده، ملي ايديكي ميه، وامسك كده الصباع واعملها. مش محتاجه زيت ولا حاجه. ملي ايديكي ميه وتعملي بسم الله ما شاء الله. بصوا الصباع عامل ازاي، جميله ما شاء الله. اهو اللي يجي صباع ميه واعملها كده صباحها يا بنات زي ما انتم شايفين. عايزه اقول على ملحوظتين: الكبه لو ما لفتش معاكي ما شاء الله الكبه بتاعتي مساعداني، لكن الكبه لو ما لفتش معاكي اخلطي الرز، دي الرز اللي انت عاملاه حطيه كده مع الكفته اللي انت فرمتيها في بوله زي كده، نيها كويس، وارجعي افرمي شويه شويه في الكبه لو الكبه ما عملتش حاجه. دي اول ملحوظه. تاني ملحوظه: انا عملت دي الرز قد كميه صدور الفراخ، يعني صدور الفراخ نص كيلو صدور فراخ، عملت نص كيلو رز. فهي دي الملحوظات اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها عشان تبقوا عارفين. ودول الكميات اللي اتعملوا. مش محتاجه تتريح في التلاجة ولا حاجه، هنقليها على طول وبعد كده نعمل لها التسبيكه بتاعتها. اهي دي كل الكميه اللي طلعت بسم الله ما شاء الله من نص كيلو صدور. عملنا كميه حلوه اهي. نروح بقى نحمرها في الزيت. دلوقتي ننزل بعد ما الزيت سخن اهو ما شاء الله. بصوا الواحده ماسكه نفسها ازاي وعامله الله اكبر عليها. احلى كفته تعمل، احلى من كفته اللحمه واحلى من كل كفته اللي اتعملت قبل كده سواء بالفاصوليا او بالكبد والقوانص. ماسكه نفسها ما شاء الله، ما بتشققش ومش محتاجه اي حاجه ما شاء الله. اول ما بتنزل بتتحمر، ما احتاجتش تتحط في الثلاجه ولا اي حاجه. الله اكبر عليها. اهو شايفين يا بنات الله اكبر عليها ما شاء الله. الله اكبر. ما حصلتش. تحفه 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 تحفه. شايفين سمكتها بص عامله ازاي ولونها، مفرغه من جوه وخفيفه وهشه طريه جدا
جميله جدا، تحفه تحفه. طب كميه يا بنات شايفين، الله اكبر، شايفين الكميه اللي طلعت بسم الله ما شاء الله اكبر، تعمل وجبه غدا كامله، لا شققت وخفيفه، خف الريشه بصوا عامله ازاي، يعني خفيفه وفارغه من جوه ولذيذه جدا وتحفه. بقى نعمل لها بقى الصلصه بتاعتها. حطينا حله على النار كده فيها ماده دهنيه، حطيت زيت ذره وده توم، هنعملها بالتوم بتبقى تحفه يا بنات، احلى من البصل. حمرها كده ما تاخدش يا دوبك كده، ما تاخدش لون عشان مش عايزاها تبقى غامقه معايا. عليها شويه بهارات اهو، مش عايزاها تاخد لون حلو قوي كده. نعمل ايه بقى؟ طماطم اهي انا عصراها ومصفياها اهي، حاطه معاها منجرايه كده عشان تخلي لونها تحفه. حطيها بقى عشان تتسبك، حطيها بقى عشان تتسبك وتتقل كده. وبعدين نحط الكفته بتاعتنا يا بنات. هنزل كده بحبتين بطاطس عليها، لو مش عايزه تحطي ما تحطيش، بس البطاطس بتبقى طعمها حلو معاها قوي كده. هنزل بالكفته بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر اهو يا بنات. شايفين ما شاء الله استوت. انا حطيت لها معلقه سكر صغيره عشان تعادل الحموضه، وحطيت لها بهارات مشكله. دلوقتي بقى اغرف واوريكم الشكل النهائي، تحفه حاجه كده يعني عظمه. شايفين جامده، لا فكت ولا فرولت ولا اي حاجه، ما شاء الله تقعد معاكي شهر في الثلاجه لو اتبقت من غير ما يجراها اي حاجه. ترميها من 10 دور تنزل زي ما هي، مأستكه وجميله جدا. نغرف بقى ونوريكم الشكل النهائي. ورجعت لكم بالشكل النهائي. شايفين ما شاء الله جمال الكفته، يلا جربوها بقى. شايفين بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا لو قعدت بقول لكم شهر او قعدت مش عارفه اقول لكم ايه، لو قعدت مدى الحياه لحد في الثلاجه كده نسيتيها مش هيجرى لها اي حاجه. جميله جدا ومستويه وزي الفل اهو، حاجه كده تحفه. شايفين هي مع الرز الابيض بقى، عملت لها رز ابيض وسلطه، سلطه فنادق تحفه كده جميله اهو. شايفين انا خلصت الفيديو بتاعي، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش في الشير واللايك والسبسكرايب، وسلام ختام.